الكرة في دقيقة. النهارده في مفاجآت كتير، وأول مفاجأة معانا هي مفاجأة الزمالك بيخسر من سيراميكا كليوباترا 2-1 ويودع الكاس من دور ال 16. وتاني مفاجأة معانا هي اليوفي بيخسر 5-2 من جلاتا سراي في تركيا، نتيجة الصراحة كبيرة وما أعتقدش إن هو يقدر يعوض في إيطاليا، وحاسس إن اليوفي بره دوري أبطال أوروبا. وتالت مفاجأة معانا هي إن الشباب بيكسب في دوري أبطال الخليج التضامن 13-0. ايوه 13-0، وحمد الله جاب 6 جوان لوحده. انا مش عارف كانوا بيلعبوا مركز شباب ولا كانوا بيلعبوا فرقه رسميه، بس هي دي النتيجه ودي نتيجه رسميه. وباريس سان جيرمان كان خسران 2-0 من موناكو، بس يقلب النتيجه ويكسب 3-2 ويفوز فوز كبير على موناكو. بروسيا دورتموند يفوز على اتلانتا 2-0 في المانيا. ونيجي بقى للماتش الاخير، الماتش اللي حصل فيه مشاكل كتير. فينيسيوس مش عايز يهدى خالص، فينيسيوس بيستفز الجماهير، جاب جون راح قعد يرقص لحد ما الجماهير استفزته. طبعا الحكم وقف المباراه لان في قانون جديد للعنصريه، الجماهير اللي بتعنصر على اللاعب الحكم بيوقف المباراه مره، ولو الجماهير شتمت او اذت اللاعب تاني بسبب العنصريه بيوقف المباراه المره الثانيه وبيخرج اللعيبه. ولو الجماهير ما بطلتش كلام وفضلت تستمر بالهتاف العنصري فالحكم بيلغي المباراة، والفريق اللي فيه اللاعب اللي بيتعنصر عليه بيكسب. فطبعا فينيسيوس كان بيستغل النقطة ديت، وكان قاعد عمال يستفز في الجماهير عشان الجماهير تشتمه. انت بتجيب هدف رايح تستفز الجمهور ليه؟ شايفه لاعب بيسعى للمشاكل قد ما بيسعى للعب. لو انت كمان متفق معايا في الرأي فأهلا وسهلا. بس كده، ولو وصلت لهنا ما تنساش تتابعني.